يعني عملنا زي الكتاب ما بيقول عشان البط ورق عنب، ونفس الموضوع سقناه من الشوربه الجميله بتاع البط وطالع سخن. هنعمل ازاي بقى مع دبس الرمان؟ خطير خطير. شايفين الدنيا وجميل ازاي، والبط بقى استوى سوا كامل. شايفين السب من بعضه خالص اهو، مستوي سوا كامل ومستوي مشوحينه وعاملينه بطريقه حلوه، والاكل كله هيبقى زي العسل. انتوا بقى شفتوا معانا محشي قبل كده، مش هحط لكم محشي تاني. بالصلاة على النبي كده احنا هنعمل النهارده البط بتاعنا بعرقه من غير شوربه ومن غير اي حاجه. بصوا كده بقى حطينا البط الشوح في نفسه كده، نزل دهون لوحده، ورحنا حاطين ايه معاه ملح وفلفل وحبهان وحاجات اللي هي بتتحط له، وبصل وطماطم وكل الحاجات، ورحنا سايبينه بقى ايه كده يستوي من غير شوربه ومن غير ميه ومن غير اي حاجه خالص. بقى هنعمل مع بعض ايه؟ هنعمل محشي ورق عنب بالبط. بدل ما نحشي البط محشي هنعمله ايه؟ انا عندي بقى ايه شويه لحمه مفرومين بس متعصجين. هو بيبقى المحشي بتاعه اللحم بتاعه ناجي، بس على فكره ما يكون مستوي احلى. ده كان عجن في بعضه كده، انا اكلته في الفرح كده لقيته ما عجبنيش خالص المحشي، ما يبقيش زي محشي تيتا برضه. دول شويه ورق بقدونس قطعناهم، وعندي رز بعمل محشي عادي وخدت منه بعد ما اظبط كل حاجه على المحشي ده، خدت منه رز هقلبه على شويه اللحمه، وهحط معلقتين صويا صوص. جبس رمان ده بقى اللي بيديله المزازه والطعم بتاع اللي بره. هنحط معلقتين، وهنحط معلقتين برضو في الميه بتاعته، يدينا ايه الطعم اللي بناكله بره وهم بيعملوا ورق العنب ازاي. وهنعمله بقى بطريقه حلوه مع البط، وشوفوا تقولوا ايه ده محشي في البط. خلوكوا بقى معايا هنلاقيها اكله حلوه ولذيذه. وطبعا اكيد كلنا بنعرف نحشي كل الخلطه اهي. واحنا بقى عندنا شوربه دسمه قوي بتاعه البط، عامله مش مخليني عايزه اسمن اي حاجه لكن ما تفتحش الاكل تقيل قوي كده. هادي على الناحيه الناعمه تبقى بره، وعلى الناحيه الخشنه هتحشي حبه صغيرين كده وتحطيهم. في ناس بقى بتحطوا زيت، تحطوا على حاجه وتعبي وتقعد تلف وكده. احنا بقى بنلف على طول شوفوا بنطبقها كده ونروح لافين عادي خالص. شايفين الصباع وعلى حله فيها ورق فيها بصلايه ورصي، واعملي على كده. المحشي بقى بجد تحسي انك بتاكلي حاجه حلوه. لو حشيتيه في البط هتلاقيه عامل ازاي؟ من جوه البطه خالص هتلاقيه ناي، ومن اللي باين من بره هتلاقيه معجن، والبط بيقعد اكتر من ساعتين يستوي هتلاقيه عجينه في البطه. وعلى كده هنكمل حشو واوريلكم بقى واحنا بنسويه نعمله ازاي برضو. خلصنا ورق العنب حشو، هنعمل ايه؟ تعالوا بقى شوفوا شوربه البط معانا عامله ازاي. اكنك يعني لو حطيتيه في البط مش هيطلع بالشكل ده بالدسمه. هنحط معلقتين 2 دبس رمان ونقلبهم. شوفوا المزازه بقى، وقطعنا عليه ليمون، وخدنا شوربه البط بقى فيها كل التوابل والبصل والملح وكل حاجه متظبطه في 100%. الله 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 على الريحه والجمال. تعالوا بقى طلع على النبي هنحطه بقى كده ونولع عليه اهو. هيعوز شويه تاني، نجيب له شويه شوربه تاني، زود برده شوربه تانية هي على النبي بقى. شوفوا الدسمه اللي عليه عامل ازاي. بس طلع على النبي شايفين الحله بتاعتنا علو ايه، حبه محشي تحفه، ريحتهم طالعه خطيره. جربوا الطريقه دي بقى. ورق المحشي بتاعنا شوفوا بيلمع وجميل ازاي. ليه؟ ده بقى من دبس رمان ده اللي عمله وخليه بيلمع وجميل قوي كده. شايفين المنظر؟ وشوربه البط الجميله. فكده بقى اطعم ما يتحط في قلب المحشي في قلب البط، وتبص تلاقيه ني من جوه ومعجن من بره. وجربوا الطريقه دي، عملنا البط بطريقه حلوه والمحشي بطريقه حلوه. وخشوا بقى اتفرجوا على القناه.